My time, pull you in closer. We continue slower. You'll still be mine. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ ودلوقتي ان شاء الله هنحل مع بعض محافظة القاهرة للصف الثالث الاعدادي من المعاصر 2023. من ابسط مقاييس التشتت هو المدى. س ناقص صاد وس زائد صاد هتبقى س تربيع ناقص صاد تربيع. الفرق بين مربعين عبارة عن قوسين شبه بعض، مرة بالموجب ومرة بالسالب. لو كانت السين بتلاتة يعني فيها عنصر واحد، والصاد باتنين يعني فيها عنصرين، فاتنين في واحد باتنين. المعكوس الضربي انت بتشقلب العدد، معكوس الضرب الاتنين هو النص، بتغير العدد، تختار السالب اتنين لو كانت معكوس جمعي. بيقول لي الوسط المتناسب الموجب للكميتين دول. انا عارف ان الوسط المتناسب موجب او سالب جذر الاول في التالت، عشان بيقول لي الموجب فتاخد الموجب. لو كانت التلاتة س بستة، فالسين كده بستة على التلاتة فيها الاتنين، يبقى خمسة في اتنين تطلع معاك ب10. اوجد الرابع المتناسب للأعداد 3 و5 و6. أيوة يا مستر، هعملها ازاي؟ هفرض ان الرابع مثلا وليكن س، فتبقى 3 على 5 بتساوي 6 على س، وطرفين في وسطين. س بتساوي 5 في 6 على 3، 5 في 6 ب30 على 3 فيها 10. خلصت. السؤال التاني رقم باء، بيقول لك إذا كانت السين 2 و3 و5، وكانت عين علاقة معرفة على س حيث ألف علاقة على باء، تعني إن الألف بيساوي الباء، لكل ألف تنتمي للسين والباء برضو تنتمي للسين. اكتب بيان عين ومثلها بمخطط سهمي، وبعد كده قول لي هل هي دالة ولا لأ. الحاجات دي أساسا هتلاقيها في كل المحافظات بنسبة 100%. لازم هيكون فيها دالة أو ليست دالة على حسب المثال، بس لازم في المعظم بتيجي دايما المثال شبه ده. فبقول لك اكتب بيان عين، فبتكتب بيان عين. الحل بتاعك بيكون بعد كلمة تعني، ده فيها مفتاح الحل. الألف بتساوي الباء، يعني هما الاتنين قد بعض بالظبط، تبقى 2 و2، 3 و3، 5 و5. بيقول لي مثلها بمخطط سهمي. عشان تمثلها بمخطط سهمي ويطلع شكله صح 100%، هتعملها بمخطط سهم واحد. اشمعنى يا مستر؟ وليه ما عملهاش باتنين؟ عشان المرة دي هما الاتنين شبه بعض، كل القيم هي س بس مفيش معاها صاد. لو كانت س وصاد هتعملها بالمخطط السهم اللي احنا متعودين عليه، فاتنين واتنين، 3 و3، 5 و5. أيوة، بين أن عين تمثل دالة، يعني هل دالة ولا لأ؟ فهقول له نعم دالة، لأن كل عنصر من عناصر س. إيه السبب إن هي دالة؟ لأن كل عنصر من عناصر س ظهر كمسقط أول مرة واحدة فقط. وبعد كده بيقول لي المدى. أنا عارف إن المدى جزئية من صاد، واللي هو دخلت إليه الأسهم اللي هو المسقط الثاني. المدى هو 2 و3 و5. السؤال الثالث رقم ألف. السؤال الثالث بيقول لي مثل بيانيا المستقيم الذي يمثل الدالة الخطية دالة س بتساوي س زائد 1، وعايز نقط التقاطع. علشان تمثل حاجة شبه دي، فأنت في الحل بتاعك بتقترح جدول من عندك. الجدول ده عبارة عن س وصاد، بتحط السينات مثلا 0 و1 و2. لما تحط السين ب0 تطلع الصاد ب1، تحط السين ب1، 1 و1 2. مبسوط خالص بالناس اللي بتحاول تشارك معايا وبتتكلم مع الفيديو. كون على يقينك بدل ما بتشارك وبتتكلم في الفيديو وبتشارك حتى لو بحاجة بسيطة، فانت بتطلع بإفادة أكتر من الناس اللي هي بتتفرج وهي ساكتة. لما تحط السين ب2، 2 و1، باقي الناس اللي مردتش برافو عليهم، 2 و1 3. هترسم ده كده على الشبكة التربيعية بتاعتك. ركز ان انت الشبكة هتكون مرسومة، فهتيجي الرسمة أدق من اللي أنا هعملها دلوقتي.
صفر واحد تقع على محور الصادات، واحد واتنين تقع في الربع الأول، واتنين وتلاتة تقع برضه في الربع الأول، وأخيرا بتوصلهم فطلعت دالة خطية. عايز نقطة تقاطع مع محور السينات، يبقى أكيد الصاد بصفر. لما تحط الصاد بصفر، س زائد واحد بصفر، فأكيد السين بسالب واحد. عايز نقطة التقاطع مع محور الصادات، فأكيد السين هي اللي بصفر. لو حطيت السين بصفر، الصاد يطلع بكام؟ بواحد. ممكن برضه تاخدها من هنا، لما السين بصفر الصاد طلع بواحد. ودي كده نقطة التقاطع مع محاور الإحداثيات. السؤال الثالث بقى بيقول لي إذا كانت ألف وباء وجيم ودال دي كميات مالها متناسبة. بدل قال لك كميات متناسبة دي ثابتة لازم تكتبها في أي مسألة فيها الكلمة دي، إن ألف على باء بتساوي جيم على دال بتساوي ميم، والجيم بتساوي دال ميم، والألف بتساوي باء ميم. اثبت أن. أول ما تشوف كلمة اثبت دي كوبليه ثابت لازم تكتبه في كل مرة. الطرف الأيمن، الطرف الأيسر، إذا الطرفان متساويان. يا مستر ده انت كتبت متساويين من قبل ما نحل المسألة. ايوه، هو اساسي، ولما قال لك ان طرف ايمن وطرف ايسر وفي اصلا بينهم يساوي في المسألة فاكيد بيساووا بعض. وابدأ كما يحلو لك. الطرف الايمن في باء ناقص الف على الف، الباء عندك دي ملهاش قيمة يا مستر، خلاص سيبها باء. اما الالف بباء ميم، وتحت فيه الف اللي هي باء ميم، فوق هتلاقي فيه عامل مشترك اللي هو الباء. خدت الباء فبقى واحد زائد ميم باء ميم، هتلاقي ان الباء هيروح مع الباء ويتبقى معاك واحد زائد ميم على ميم. هنشوف الطرف الايسر اللي هو لازم برضو يكون بنفس الشكل ده. الطرف الايسر فيه دال زائد جيم على جيم، الدال ملهاش قيمة ملهاش تعويض هنا، تنزل دال زائد الجيم معايا بدال ميم على الجيم اللي هي دال ميم. هتلاقي فوق يا مستر ده في الدال عامل مشترك، ويتبقى واحد زائد ميم على الدال ميم. الدال هتروح مع الدال ويتبقى معايا واحد زائد ميم على ميم. الطرف الأيمن شبه الطرف الأيسر، إذن الطرفان متساويان. ده كوبليه لازم دايما بتكتبه ثابت أول ما تشوف كلمة اثبت في المسألة. الأستاذ البني آدم اللي كان بيتكلم من شوية. في السؤال الرابع ألف بيقول لي إذا كانت س على 4 وصاد على 5 وعين على 7 بتساوي س ناقص 2 صاد زائد 4 عين على ك زائد 20، أوجد قيمة ك. أنا بعمل إيه هنا يا مستر؟ ركز، المسألة دي بتختلف اختلاف كلي عن مسألة تانية هتقابلنا. لما يديها لك مثلا س زائد صاد على عين زائد 2 س مثلا، دي كلها رموز كلهم شبه بعض. في الحالة دي، في الحالة اللي أنا لسه كاتبها حالا، هتعوض عن السين ب4 ميم والصاد ب5 ميم والعين ب7 ميم. أما في الحالة دي يا مستر أنا بعمل إيه؟ في الحالة دي بتعمل زي ما هو عمل بالظبط. هو هنا نزل السين زي ما هي، هو عايز منك س ناقص 2 صاد زائد 4 عين على ك زائد 20. تعالى السين عمل فيها حاجة؟ لا، نزلها س. ايه اللي قصاد ايه التالي بتاع السين اللي هي 4 ناقص 2 صاد، يعني الصاد يا مستر اتضربت في سالب 2، يعني سالب 2 ده هضربها في 5 زائد 4 عين، يعني يا مستر العين دي اتضربت في 4، هي العين معاها كام؟ معاها 7، يعني 4 في 7. هنختصرها كده لأبسط صورة، س ناقص 2 صاد زائد 4 عين، وتحت 4 ناقص 10، 4 ناقص 10 زائد 28. طبعا 4 ناقص 10 بسالب 6 زائد 28 تطلع ب22. يا مستر ده أنا شايف واخد بالي إن المقدم بيساوي المقدم، يبقى إذن التالي بيساوي التالي، يبقى إذن كاف زائد 20 ب22، يعني كده الكاف ب22 ناقص 20 اللي هي ب2، وخلصت المسألة. المسألة اللي بعدها، ودي مسألة مهمة جدا 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 ومش بيخلى منها أي امتحان و100% موجودة. احسب الانحراف المعياري للقيم 3 6 7 9 10. أنا بعمل إيه؟
أول ما تشوف المسألة كده بتعمل جدول ذو 4 خانات. بص يا شباب، أول ما تشوف مسألة شبه الانحراف المعياري ومديها لك في هيئة قيم مش جدول، وبنسبة 85% من الامتحانات دايما بتيجي قيم، بعمل ايه؟ بتعمل جدول ذو 4 خانات، ودايما بنحفظهم: س سمبار فرق تربيع، س سمبار فرق تربيع. ايه يا مستر الفرق والتربيع؟ فرق اللي هو س ناقص السمبار. والفرق تطرحهم وفي الآخر تربع. ايه هو السمبار؟ اللي هو الوسط الحسابي، مجموع القيم على عددها. هتجمع القيم دي 3 و6 و7 و9 و10 اللي هم 35، وعددهم 1 2 3 4 5. 35 على 5 فيها 7. السمبار ب7، تنزل ب7 في كل حتة هنا. ترجع تطرح 3 ناقص 7 -4، 6 ناقص 7 -1. برافو على الناس اللي بتجاوب معايا. 9 ناقص 7 2. 10 ناقص 7 أيوة أعلى، برافو عليك 3. اللي طلع معاك ارجع ربعه تاني، تبقى 16 1 0 4 9. ركز في حاجة مهمة، أصلا التربيع بياكل السالب، ده قانون أخدناه من سنة تانية إعدادي وفي 6 ابتدائي. فسالب 4 تربيع دي ب16. لو قلت للآلة -4 تربيع بكام؟ هتقولك ب16. أيوة، أمال السالب راح فين؟ أنت كده بتقول للآلة إن مالكيش دعوة بالسالب، سيبيه زي ما هو وربع ال4. فال4 تربيع ب16. خليك أنت أنصح منها، لا إما أصلا ما تكتبش السالب من الأساس واكتب 4 تربيع تطلع لك ب16، أو إنك تعملها بين قوس عشان الآلة تفهمك. في الآخر هتجمع الحاجة دي، هيجمعهم على 4 و16 20 و10 30. والانحراف المعياري عندك اللي هو السيجما، دي الرمز اسمه سيجما، جذر مجموع السين ناقص س بار تربيع اللي هي 30 على عدد القيم اللي هم 5. 30 على 5 اللي هي جذر ال6. لازم يا شباب تتك على الاس دي وتخليها لأقرب جزء من 100، حاجتين بعد العلامة. تكتبها على الآلة هتطلع معاك 2 علامة 4 4 9. فالاتنين صح هتنزل وال4 دي هتنزل. الإشكالية دلوقتي في ال4 دي، هل يا ترى الرقم اللي قبلها كريم ولا بخيل؟ الأرقام من 0 لحد ال4 ما بتزودش، من 5 ل9 بتزودك 1. دي رقم 9، فهيزودنا على ال4 الواحد تبقى 5. يبقى الانحراف المعياري بتاعك 2 صحيح 45 جزءا من 100. تعال نشوف السؤال الخامس. السؤال الخامس ده في البساطة بيقول لي إذا كانت دالة س بس تربيع ناقص 3 س زائد 2، اثبت إن دالة 3 ناقص 3 دال 1 بتساوي 2. يا مستر ده بيقول لي اثبت أن. معاك أكتر من طريقة ممكن تجيبها. ممكن حد من زميلنا يجيب دالة 3 لوحدها ويرجع يجيب دالة 3 دال 1 لوحدها وبعد كده يكتبها. حد تاني من زمايلنا يكتب الطرف الأيمن الطرف الأيسر. إذن الطرفان متساويان. الطرف الأيسر أنا شايف فيه 2 2. تمام، يبقى الأيمن لازم يطلع شبهه. أنا هشوف دالة 3 بكام وكمان 3 دال 1 بكام. دالة 3 يعني هتيجي في المسألة الأساسية وتشيل كل س وحط مكانها 3. 3 تربيع 3 تربيع ب9 ناقص 3 في 3 زائد 2 ناقص 3 في دال 1. دال 1 يعني شيل كل س وحط 1، يعني 1 تربيع ب1 ناقص 3 زائد 2. 3 تربيع ب9، 9 ناقص 9 هيروحوا مع بعض ويتبقى معاك موجب 2. هاجي هنا يا مستر في دول 1 ناقص 3
خلي بالك معاك -3 1 ناقص 3 ب-2 زائد 2، فدول هيروحوا مع بعض بزيرو، وزيرو في أي حاجة بزيرو، هتبقى بس معاك 2. إذن الطرفان متساويان. آخر مسألة خالص معانا في المحافظة دي، ودي أساسي ومتكررة دايما في معظم المحافظات. ياريت يا شباب نركز في المسائل اللي شبه دي، إن متكررة بنسبة كبيرة وما بيخلاش منها أي محافظة، سواء التغير زي المسألة دي أو عكسي زي ما هنشوف بعدين. إذا كانت الصاد تتغير طرديا مع السين وكانت الصاد ب8 عندما س ب2، اوجد العلاقة بين صاد وس، ثم اوجد قيمة س عندما الصاد ب100. ركز في الحل. الحل له خطوات ثابتة، لازم دايما بتكتب إن الصاد تتناسب طردي مع السين. بكررها يا مستر؟ أيوة بتكررها. العلامة دي لما تروح تغيرها بتقول لك أنا مش هتنازل ومش هقبل إن غير مقابل ليا يساوي وميم، فعلشان تطرد العلامة دي من مسألة هتطرد بيساوي وميم، وهكذا برضه في التغير العكسي، فتبقى الصاد بتساوي ميم س. علشان توصل للميم بتقسم صاد على س. في المسألة بقول لك إن الصاد ب8 والسين ب2، يعني 8 على 2 فيها 4. أيوة أنت وصلت لقيمة الميم، هي دي العلاقة. إذن العلاقة هي الصاد بتساوي 4 س. خلص المسألة؟ لا، بقى فيها تكة بسيطة. بيقول لك قيمة السين عندما صاد ب100. يا ترى لو حطيت الصاد ب100 السين هتطلع بكام؟ يعني 100 بتساوي 4 س، فتبقى السين بكام؟ 100 على 4 هي ب25. انتهت المحافظة بفضل الله. عايزك تفتكر ان بابا وماما مقصروش معاك في اي حاجة انت ممكن تكون محتاجها او عايزها، فانت كمان ما تقصرش معاهم. ذاكر على قد ما تقدر وحل علشان تفرحهم بنجاحك. بالتوفيق للجميع. السلام عليكم.